السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. أنا إيهاب الغرباوي، أخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسة ولغة الجسد. وفي الفيديو ده هتكلم معاك عن الكاريزما. الكاريزما حاجة مهمة جدا وجميلة جدا، والإحساس بيها رائع، وإنك تعرف إنك شخص كاريزمي عادة ده شيء ممتاز، وكمان بيدعم الكاريزما بتاعتك بنسبة 100% وتتجاوز كمان ال 100%. ولكن مهم جدا في الفيديو ده لو أنت شخص غير كاريزمي، ما عندكش الكاريزما، أو لو أنت عندك الكاريزما وأنت مش عارف إن عندك كاريزما، فالفيديو ده اعتقد ان هو هيكون مفيد ليك بشكل كبير جدا. لانه بالفعل لو انت شخص كاريزمي فهيزود نسبه الكاريزما عندك بشكل كبير، ولو انت شخص غير كاريزمي فان شاء الله الفيديو ده هيعرفك ازاي تكون شخص كاريزمي، وازاي تظهر ثقتك بنفسك لاي حد وفي اي وقت بشكل قوي جدا وبشكل جميل جدا. ففي الفيديو ده هنعرف لماذا الكاريزما، والفرق ما بين الشخص الكاريزمي والغير كاريزمي، واذا كنت شخص غير كاريزمي فهل ممكن تكون شخص كاريزمي ولا لا، وهل الكاريزما ده شيء فطري ولا شيء ممكن تعلمه او شيء ممكن ان هو يكون مكتسب. وكمان هنعرف ازاي تستخدم لغه جسدك وتظهر كاريزمتك بشكل كبير جدا، سواء من طريقه المشي او سواء من طريقه المصافحه، الاي كونتاكت والنظرات المتبادله، وانك ازاي تستخدم لغه جسدك وتوظف حركات لغه جسدك بشكل ايجابي. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على كل المعلومات دي، فقط تابع الفيديو للنهايه علشان تتعلم كل حاجه عن الموضوع ده. وكمان ان شاء الله هعمل لك سلسله كامله بنتكلم فيها عن الكاريزما وازاي تكون شخص كاريزمي 100%. اهلا بكم من جديد. لو انت بالفعل اول مره بتشوفني فانا هاب الغرباوي، اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد، وانت في القناه الخاصه بي، وانا سعيد جدا انك بتتفرج على الفيديو ده الحقيقه. ولو انت مهتم اكتر بموضوع الكاريزما والثقه بالنفس فانا كمان هسيب لك فيديو يظهر لك هنا دلوقتي بيكلمك عن الثقه بالنفس، وازاي تطور من نفسك وازاي تطور من ثقتك بنفسك بشكل كبير جدا. خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول عشان ما اضيعش وقتك. ومهم جدا قوي انك تعرف معلومات كتير عن الكاريزما، لان هي بالفعل هتساعدك انك تحقق نجاحات كتير جدا في وقت قياسي. اولا، لماذا الكاريزما؟ ليه الكاريزما حاجه مهمه؟ الكاريزما مهمه لان هي بالفعل بتخلي عندك القدره الشديده انك تكسب قلوب الناس بكل بساطه، انك تدخل كل القلوب بكل بساطه، انك تتعامل مع كل الناس والناس ترتبط بيك ارتباط شديد بكل بساطه، من غير ما يكون عندك اي مجهود بتبذله، او من غير ما يكون عندك خريطه او طريقه معينه انت بتعملها علشان تحقق النتيجه دي. ففي شخص كاريزمي وفي شخص غير كاريزمي. الشخص الكاريزمي ده بكل بساطه كده لو دخل مكان تلاقي كل الناس بتبص عليه من غير اي سبب، ولو خرج من مكان الناس تشعر ان هو مش موجود. اما الشخص الغير كاريزمي هو الشخص لو دخل في مكان وقعد فيه وعمل كل حاجه محدش بياخد باله منه. هي الفكره هنا فين؟ الفكره هنا في الطاقه وهاله الطاقه اللي بتحوطه. الشخص اللي زي كده شخص مؤثر جدا في الاخرين، وصدقوني من غير ما يبذل اي مجهود. او عايز تعرف زي مين؟ فاحب اقول لك بكل بساطه زي الاستاذ عمرو اديب، شخص بيتكلم بطريقه معينه، نبرات صوته معينه، نظراته معينه، انفعالاته معينه. ولكن الشخص زي كده سواء انت متفق معاه او مختلف معاه، بتحبه او ما بتحبوش، ولكن انا متاكد ان هو لو انت يعني بتقلب كده في التلفزيون وشفته فانت ممكن تقف عنده بشكل كبير لمده دقيقه او دقيقتين مجرد انك تسمع هو بيقول ايه. فايه اللي خلاك تقف عند الشخص ده؟ ان هو شخص كاريزمي قدر ان هو يجذبك انك تفضل موجود وتسمع اللي هو بيقوله، ولو مجرد لدقيقه او دقيقتين، ولكن فقط ان هو شخص كاريزمي. شخصيته وادائه وانفعالاته ونبرات صوته خلتك بالفعل عندك الوقت انك تتفرج عليه. طيب ده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان في الكاريزما حاجات كتيره جدا، منها نبره الصوت. في شخص تلاقي نبره صوته مميزه، تلاقي الناس بتحب تسمع صوته لمجرد ان هو بيتكلم، مش مهم بيقول ايه، ولكن صوته محبوب ومألوف بالنسبه للناس، فده شخص كاريزمي في نبره صوته. زي مين على سبيل المثال؟ زي الاستاذ اسامه منير، شخص لما تسمع صوته ممكن تقف عنه وتحاول تسمع هو بيقول ايه على سبيل المثال. فالشخص زي كده عنده كاريزما في نبره صوته. كمان شخص عنده كاريزما في ادائه الحركي، الشخص اللي لما تشوفه لازم تقف تتفرج عليه وتسمع هو بيقول ايه وتتبسط جدا بادائه. زي مين؟ زي الاستاذ الكبير عادل امام. طيب كمان شخص اداؤه العام كاريزمي، زي مين؟ زي المؤدي حمو بيكا. بيكا ما علينا. كمان الشخص الكاريزمي بالمناسبه بيأثر في الجمهور او بيأثر في المجتمع المحيط بيه. ممكن تتأثر بيه في طريقه كلامه، ممكن تتأثر بيه في انفعالاته، ممكن تتأثر بيه في نبره صوته، ممكن تتأثر بيه في طريقه القائه للكلام. زي مين على سبيل المثال؟ زي الفنان محمد منير. فعلشان تكون شخص كاريزمي وعندك انفعالات متميزه او مميزه تخلي اي حد ياخد باله منك، مهم جدا نبدا كده في البدايه من طريقه المشي. طريقه مشيك مهم جدا، لازم يكون فيها اعتدال. يعني ايه اعتدال؟ يعني يكون ظهرك مفرود، صدرك لفوق، دقنك لفوق، وماشي نظراتك ثابته
على محل خطى القدمين، يعني ماشي مش بتبص تحت رجلك وانت ماشي عشان تشوف هتدوس فين على سبيل المثال. طيب عايز تتاكد من الكلام ده ان هو كلام مظبوط وكلام صح 100%، الاتيكيت والبروتوكول الخاص بالامراء والملكات والملوك، دايما عاده تلاقي دايما كده اتيكيت المشي او اتيكيت صعود السلالم. ايه ده، في حاجه اسمها اتيكيت صعود السلالم، في حاجه اسمها اتيكيت صعود السلالم. يقول لك دايما لو انت طالع سلم او نازل من على سلم او درج، فمهم جدا انك ما تبصش محل قدمك، ولكن مهم جدا ان نظرتك تكون سابقه خطوتك. يعني ايه؟ يعني حضرتك تكون شايف رجلك هتروح فين، ولكن من غير ما تظهر ده على لغه الجسد بتاعتك، فده يدي لك كاريزما زياده ويدي لك ثقه في نفس زياده. طيب ازاي تظهر كاريزمتك او ثقتك في نفسك؟ عن طريق المصافحه او عن طريق انك تسلم على حد. مهم جدا وانت بتسلم على شخص انك تسلم بشكل مناسب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حضرتك تمد ايدك قوي وانت بتسلم على الشخص، في الحاله دي انت بتوقفه عنده او هو بيشعر في لغه الجسد انك انت غير مرتاح في التعامل معاه، او ان انت يعني مش حابب تقرب منه زياده. وفي نفس الوقت ما يكونش فيه خجل شديد، وهو انك انت ايدك قريبه لجسمك بشكل كبير، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه ابتذال في تقديم اليد او في رجوعها. انما ازاي اعمل مصافحه بلغه جسد ايجابيه؟ وهو ان تكون ايدك في منتصف المسافه اللي ما بينك وما بينه، وده بيظهر الود الشديد وبيظهر قد ايه انت شخص عندك القدره على اظهار الثقه بنفس، وكمان عندك القدره على توظيف لغه الجسد بتاعتك. كمان وانت بتسلم على اي شخص مهم جدا ان ايدك تكون معتدله. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال ما ينفعش اسلم على الشخص غير وايدي كده في مرحله يعني في النص زي ما احنا بنقول. ما ينفعش ان ايدك تبقى على ايده فوق او ايده هو على ايدك تحت، او ايدك انت يعني واخده جزء من الانحناء. طيب الكلام ده بكل بساطه لو انت بتتابع كده الملوك والرؤساء في المقابلات الرسميه، هتلاقي دايما او عاده بعض من الرؤساء بيحاول ان هو يعني يخلي ايده هي الاعلى في من ايد الشخص اللي قدامه. زي مين بالظبط كده؟ ترامب. زي ترامب على سبيل المثال كان بيتعمد، وده شخص دارس لغه جسد بشكل كبير وكان معاه فريق كامل في لغه الجسد بيشرح له ازاي يظهر مدى سلطته ومدى سيطرته وهيمنته على الشخص اللي قدامه. فهو بيسلم على الشخص دايما تلاقي كف ايده هو الاعلى. طيب ده معناه ايه في لغه الجسد؟ ده معناه ان انا المهيمن والمسيطر. وان شاء الله هعمل لك شورت فيديو على اليوتيوب واقول لك ازاي تعمل مصافحه بشكل كويس وبشكل فيه ثقه بالنفس، ويكون تمثيلي علشان تقدر تعرف النمط ده وازاي تتعامل معاه. ولو حد عمل معاك اللي ترامب بيعمله على سبيل المثال، ازاي انت بقى تظهر قوتك وتعرفه او تقول له انا يعني عندي قوه اكتر منك، او ان انا مهيمن او مسيطر اكتر منك. طيب الحاجه الثالثه من خلال لغه الجسد الايجابيه. ازاي؟ يعني وانت بتتكلم مع الشخص على سبيل المثال لازم توظف لغه جسدك وانت بتتكلم معاه. فعلى سبيل المثال ما ينفعش ان ايدك تكون بالشكل ده وانت بتتكلم مع شخص وعمال تتكلم وتحكي له في موضوع وتكرر موضوع تاني من غير انفعالات او التمثيل الدرامي للغه الجسد. لان استخدام لغه جسدك في التعبير عن افكارك هيوصل المعلومه بشكل اسرع، وهيخلي المستقبل عنده الدرايه والذاكره البصريه عنده مركزه معاك بشكل اكتر من السمع. يعني الشخص اللي زي كده وانت بتتكلم معاه وبتحاول تشرح له وتقول له مثلا انا كنت في الماضي اما دلوقتي في الحاضر ففي المستقبل، تمثيلك الدرامي للغه جسدك والكلام اللي انت بتقوله بيخلي الشخص اللي قدامك حتى لو مش سامع الكلام اللي انت بتقوله او في اي مؤثر خارجي او اي عامل تشتيت، ولكن هو عينه شايفه اللي انت بتقوله، فهو بالفعل بقى عنده القدره على فهم ما تقوله. حاجه كمان المهمه جدا وهي النظره الايجابيه. يعني ايه النظره الايجابيه؟ يعني دايما وانت بتتكلم مع اي شخص حاول دايما تكون بتبص للشخص ده، بتحاول تنظر ليه وانت بتتكلم او هو بيتكلم على سبيل المثال. يعني ما ينفعش تكون انت بتتكلم معايا على سبيل المثال وانا عيني بتروح في اتجاه تاني، او مثلا ببص في الوقت، او مثلا انشغلت بالموبايل، او مثلا اتشغلت بحاجه تانية. حاول طول الوقت يكون تركيزك مع الشخص اللي قدامك. طيب ايه كمان ممكن يزود كاريزما؟ ايه كمان ممكن يدعم ثقتي بنفسي؟ ان اكون متفاعل مع الشخص اللي قدامي. يعني على سبيل المثال شخص بيتكلم معاك في موضوع معين، انفعالات لغه الجسد بتاعتك مع الشخص ده بتوصل له رساله ان حضرتك مستجيب وان حضرتك مركز ومديله اهتمام شديد. وخد بالك مهم جدا التقدير الذاتي، احنا كلنا بنحتاج الى التقدير الذاتي، محدش مش بيحتاج للتقدير الذاتي. العالم كله، كل شخص، كل انسان في العالم بيحتاج للتقدير الذاتي. فبمجرد انت ما بتشعره بالتقدير الذاتي للشخص ده
بيبدا يتجاوب معاك وبيبدا ان هو يشوفك بشكل حلو جدا، وكمان يزود مدى العلاقه ومدى الارتباط ما بينكم، وانه يكون عايز دايما يتكلم معاك او يحكي لك عن مواضيع كتيره جدا. طب اعمل ده ازاي؟ عن طريق هز الراس للشخص اللي امامك. يعني هو الشخص بيتكلم قدامك وانت في حاله استجابه، فانت على سبيل المثال بتعمل له كده تمام مظبوط النبره النبره اللي انت بتطلعها دي معناها ان انا مستجيب وماذا بعد، يعني انا معاك وسامعك ومستمر معاك في السمع والتركيز. ولكن خد بالك الفرق ما بين والفرق ما بين لو طولت بالشكل الاخير ده لو طولت بالشكل الاخير ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك في حاله عدم تصديق لما يقال اليك، يعني انت مش مصدق اللي بيتقال، وظهر عليك انفعال في لغه جسدك غير ارادي او عشوائي بيدل انك انت مش مقتنع باللي بيتقال. فدي كانت معظم الحاجات اللي تقدر تخلي عندك ثقه بالنفس عاليه جدا، وكمان تزود كاريزمتك بشكل كبير جدا. وان شاء الله ده الفيديو الاول، وكمان ان شاء الله هعمل لك فيديو قريب جدا هنكمل بقيه الخطوات اللي تقدر ان خلالها يكون عندك كاريزما بنسبه 150%. وكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن مهم جدا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تشجيعا ليا علشان ابدا اكمل في طرح مزيد من الفيديوهات المتعلقه بالتحليل النفسي وبالتنميه الذاتيه واداره الاعمال. وان شاء الله احنا بنقدم محتوى كل يوم اثنين وخميس، ويوم الجمعه مخصوص بنقدم كورس الفراسه البرسونولوجي، تحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه. ولو انت ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده او مجرد انك سمعت عنه، هيظهر لك فيديو دلوقتي مهم جدا انك تتفرج عليه علشان تعرف الموضوع ده بيتكلم عن ايه، وكمان تعرف ان في علم بيختص بتحليل شخصيه اي شخص في العالم فقط من الملامح الظاهريه للوجه. ده علم اسمه الفراسه وتحليل الشخصيات، وانا ايهاب الغرباوي اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسه لغه الجسد. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا، السلام عليكم.